Assalamualaikum jami'an. فاليوم سنناقش موضوع العقود المؤثرة في المعاملات. تسير عقود المعاملة المؤثرة إلى صور التعاملات الحديثة التي تورث على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال ابتكارات مثل المرابحة الحديثة والإجارة والتورك وأدوات التفتية المالية المتوافق مع الشريعة. تضمن هذه العقود أن تدل المعاملة عادلة وشفافة وخالية من الربا والغرر والمسير. Assalamualaikum. Laqad ataitu yawma liruyati sayyarati Proton Saga MC3 التي تبيعها شركتكم. وعليكم السلام. من فضلك هذه سيارة ساغا MC3 جديدة بسعر ثابت 38,900 رنجي. هل جميع معلومات التسعير والشرط واضحة؟ نعم، كل شيء مكتوب بوضوح ولا توجد أي رسوم خفية. أريد أيضا التأكد من أن هذه المعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. هل يوجد تمويل إسلامي؟ نعم، يمكن الشراء عن طريق البنك الإسلامي بدون فوائد وبقود واضحة. حسنا، أوافق على شراء ساغا MC3 من خلال تمويل إسلامي. ووافقت الشركة على البيع. شكرا لك. هل هذا هو المنزل الذي تبيعه شركتك؟ نعم، هذا منزل جديد يحتوي على 3 غرف نوم وحمام وسعره 250,000 رنجي. أريد شراء عن طريق التمويل البنكي الإسلامي. هل تقبل الشركة بطبيعة ذلك؟ الحال نحن نقبل التمويل الإسلامي مثل المشاركة المتناقصة. حسنا، أوافق على شراء هذا منزلي. ووافقت الشركة. الله ييسر الأمر. لقد عملت عدة سنوات وفي سبيل، لكن إذا أردت شراء بيت وسيارة فلن يكفي المال النقدي. أراك تفكرن بعمق. بماذا تفكرن يا أرينا؟ أريد شراء بيت وسيارة، لكن كيف؟ المال خير كافٍ. معظم الناس يستخدمون القروض من البنك. لهذا السبب وجد الدين الذي يسدد شهريا. القرض البيتي يسمى الرهن العقاري. مدته طويلة قد تصل 3 إلى 35 سنة. القرض السيارة يسمى الاستئجار مع خيار الشراء عادة 9 سنوات. لكن أخاف من التزامات عالية. الدين ليس عدوا. العدو الحقيقي عندما نأخذ ديونا تفوق قدرتنا. إذا أخذت قرض البيت 350,000 رنجيت وقرض السيارة 70,000 رنجيت، كم سيكون الكيس الشهري تقريبا؟ الكيس الشهري حوالي 1,500 رنجيت. السيارة الجديدة حوالي 850 رنجيت شهريا. إذا جمعناهما ستصبح الالتزامات الشهرية أكثر 40 من الراتب. هذا أب ثقيل. فكيف أتخذ القرار؟ يمكننا استخدام نسبة الدين. فكري في القدرة الحقيقية. هناك خياران. اشتري البيت أولا واختر سيارة أرخص. اشتري سيارة مستعملة أولا وأجل شراء البيت حتى تتحسن وضعك المالي. لقد فكرت. سأخذ قرض البيت أولا. سأشتري سيارة مستعملة مؤقتا. جيد. هذه طريقة لإدارة الدين بأمان. الدين أداة ليس مشكلة إذا استخدمناه بشكل صحيح. هذا دكان لإيجار الأجرة 1000 رنجيت في الشهر.
الإيجار يشمل الماء والكهرباء؟ لا، الماء والكهرباء على مستأجر. كم مدة العقد؟ مدة العقد 1 سنة. حسنا، أوافق على الشروط. سأوقع العقد. مرحبا بك، أتمنى لك التوفيق في أعمالك. شكرا جزيلا على التشريف. نحن توزيع بضائع على تجار في جميع المناطق. من أين تأتي هذه السلع؟ نشتريهم من المصانع ونوزعها الأسواق. هل توجد عدالة في توزيع السلع؟ نعم، نحن نحرص على توزيع عادل بين الناس. وماذا عن الذين لا يستطيعوا عن الشراء؟ نساعدهم من خلال الصدقة والزكاة. وبشكل آمن تؤدي عقود المؤمنة المؤثرة دورا مهما في ضمان بقاء النظام المالي الحديث متوافقا مع الشريعة مع تلبية احتياجات المجتمع المعاصر. مع السلامة وإلى اللقاء.